لو عايز تتعلم لغة أو تبقى فلوينت في الإنجليزي أو أي لغة تانية، اوعى تعمل الحاجات دي. أول حاجة، اوعى تركز في الأكسنت من غير ما تعرف قواعد اللغة والنطق واستخدام اللغة في المحادثة اليومية بيبقى عامل إزاي. الحاجات اللي هو يقولك الأمريكان بيقول كذا والبريتش بيقول كذا وأنا لسه ما بعرفش أعمل محادثة كاملة، دي حاجات بتضر وحاجات مهتمة بالريتش والشكل والمنظر أكتر ما تكون مهتمة فعلا بتعلم اللغة. تاني خطأ ممكن نقع فيه هو التركيز الزايد على القراية من غير المحادثة. أهم حاجة في أي لغة هو الكلام والسمع، السبيكينج والليسننج، هو ده عصب اللغة. القراية أسهل من الكلام ده كله خالص. ثالث غلط ممكن نعمله هو التوقعات غير المنطقية، إن أنا متوقع إن أنا دلوقتي مستوايا A2 وهوصل ل B2 ولا C1 ولا C2 في خلال 3 شهور. مفيش بقى حاجة اسمها كده خالص. لازم اللغة ممارسة يوميا، نص ساعة إلى ساعة، ما بين أسمع بودكاست وما بين أقرأ شوية وما بين محادثة. ويا سلام لو أقدر أوصل للنيتيف سبيكر من واحد من الابليكيشنز اللي موجودة أونلاين. ركز في البروسيس وما تركزش في المخرجات. لو أنت النهاردة اتعلمت كلمة زيادة ما كنتش عارفها امبارح، فده تحسن وده هيوصلك لهدفك اللي أنت عايزه. لكن فكرة أنا بقالي شهرين بذاكر ولسه مش عارف ما وصلتش لفين، لا، ما تركزش في اللي عايز توصله، ركز في هتوصله إزاي.